اتجوزت جوز زميلتها ومحل ورد كان السبب ورا جوازتها السادسة. وبالنسبة لحجابها قالت عنه أنا عمري ما اتحجبت ولكني كنت ست محتشمة. دي هدى رمزي، واعتقد معظمكم عارفينها، ولو ما صادفش انكم شفتوها قبل كده فهي ممثلة اتعلق بيها كل شباب جيلها بسبب جمالها، واللي قادر انه يخطفك من وسط هموم الحياة. بس ده كله كوم، وكواليس حياتها كوم تاني خالص، واللي فعلا مليان حكايات ولا في الأفلام. بص يا سيدي، هدى دي اتولدت جوه عيلة فنية من المقام الأول، باباها المخرج حسن رمزي واخوها المنتج محمد رمزي. وبالرغم من انها كانت قادره تمثل في اي عمل نفسها فيه، الا انها اختارت تفرض موهبتها وتسيب بصمتها. هدى بعد ما خدت الزقه الاولى بمساعده عيلتها انطلقت في مجال الفن، وخلال فتره قصيره قدرت تحقق شهره ما حصلتش، وتكون واحده من اشهر نجمات مصر. ومع شهرتها الواسعه الاعمال اللي كانت بتتعرض عليها كانت زي الرز، بس هي ما كانش يهمها غير ان العمل اللي تختاره يسيب بصمه ليها. عشان كده قدمت طول مسيرتها 12 فيلم و8 مسلسلات بس. هدى بعد ما خدت كفايتها من الفن، وتحديدا سنة 1993 قررت إنها تبعد عن الفن بكل حكاياته، وده تزامن مع آخر مسلسل قدمته الصديقان. هدى من سنة 93 لحد 2022 الناس كلها فكرت إنها اتحجبت وبعدت عن الفن، لكنها صرحت وقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية إنها ما اتحجبتش، هي بس كانت محتشمة طول السنين اللي فاتت. أما بقى بالنسبة لاعتزالها فهي ما اعتزلتش الفن، هي بس كانت مبتعدة. وعن حكاية الست أزواج اللي مروا في حياتها فنبدأ حكايته مع خالد الزوج الأول في حياة هدى، بس للأسف جوازهم ما استمرش بسبب اختلاف طباعهم عن بعض. بعدها اتجوزت من رجل الأعمال طه غانم، واللي خلفت منه ابنها محمد، بس جوازهم ما استمرش بسبب المشاكل اللي كانت دايرة بينهم وما بتخلصش. وبعد انفصال لمرتين ورا بعض قعدت هدى مع نفسها شوية، نقدر نقول كانت بتاخد استراحة محارب قبل ما تقرر تتجوز للمرة الثالثة من المحامي سمير عيسى. لكن برضه جوازتها ما عمرتش، وده كله حصل قبل ما تتجوز جوازتها الرابعة من رجل الأعمال مصطفى البريدي، واللي كان متجوزها هي وسوير رمزي في نفس الوقت. هدى انفصلت عن مصطفى 3 مرات طول فترة جوازهم، وخلال الفترة دي هداها مصطفى عربية مرسيدس وطقم ألماس ثمنه 1,000,000 جنيه، ولكن كل ده ما كانش قادر يحافظ على علاقتهم. وبعدها اتجوزت هدى للمرة الخامسة من محمود عيسى، واللي ما أعلنش عن هويته للإعلام، ده قبل ما تتجوز للمرة السادسة والأخيرة في حياتها من لاعب النادي الأهلي شريف عبد المنعم، واللي عرفته بسبب محل ورد قررت إنها تفتحه وتكون مسؤولة عنه بعد قرارها في البعد عن الأضواء. اللي حصل إن هدى لما فتحت محل الورد عملت حفلة بمناسبة افتتاحه، ودعت فيها كل أصحابها، ومن بينهم جه شريف عبد المنعم، وتعرفوا على بعض. ومن طريقة كلامه معاها وقعت هدى في حبه، وهو كمان وقع في حبها، لدرجة إنه طلب من هدى الجواز. وفعلا طلب إيديها من أخوها المنتج محمد رمزي. أخوها وافق، ولكنه طلب منه إنه يكملوا إجراءات الجواز بعد ما يرجع من السفر. وفي الوقت ده العرسان ما استنوش وكتبوا الكتاب على طول لحد ما يرجع محمد من السفر. وفعلا أول ما رجع محمد من السفر عملوا حفلة جوازهم. الغريب إن العلاقة دي كان عنوانها الحب الكبير، لكن للأسف ما تمتش على خير لأنهم اتطلقوا بنفس سرعة جوازهم. وبعد ما تم الطلاق اختفت هدى عن الأضواء تماما، واتفرغت بس لمحل الورد الخاص بيها. وزي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام أميرة من أميرات ديزني، بس الزمن ما رحمهاش وجاء عليها بامتياز، لكنها ما استسلمتش قدام وقررت تتبع استراتيجية الست اللي على حق تتحدى أيامها بالطول والعرض.